رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة صيامكم أعزائي المشاهدين. اليوم رانا في الحلقة الثانية من حصة أسئلة عامة. سؤال اليوم: علاش ديما الجزائري يغضب في شهر رمضان المبارك؟ وش هما الأسباب اللي تؤدي إلى هذا الغضب؟ تبعوا معنا نشوفوا أجوبة المواطنين. علاش ديما الجزائري يكون شديد الغضب خاصة في شهر رمضان المبارك؟ وش هما الأسباب ولا العوامل التي تؤدي إلى هذا الغضب؟ تفضل معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أولا خويا عبد الجليل، كاين العديد من الأسباب لغضب الجزائريين في شهر رمضان، نذكر منها السبب الرئيسي وهو التدخين. الرجل الجزائري كي ما يتكيفش السيجارة نتاعو خويا عبد الجليل، راح يحبط عليه رمضان ويولي يتنرفز ويولي يقلق. هذا سبب من احد اسباب الغضب في شهر رمضان. وكاين سبب واحد اخر هو تناول الكافيين. الشعب الجزائري على بالك معروف بتناول القهوه، كي ما يشربش القهوه حتى هو يولي يغضب ويولي يتنرفز. وهذه هي رمضان كريم للشعب الجزائري. علاش الجزائري دائما يكون شديد الغضب خلال شهر رمضان المبارك؟ وش هما الاسباب التي تؤدي الى هذا الغضب؟ تفضل معنا. اول شيء السلام عليكم، معكم حاتم بوزيدي. نقول لكم صحة رمضان وصحة فطوركم. وعد السبب الاول هو البعد عن الدين وعدم ممارسة الصلاة، بالاضافة الى عدم استغلال اوقات الفارغة. الجزائري دائما خلال شهر رمضان المبارك يكون شديد الغضب. وش هما الاسباب او العوامل التي تؤدي الى هذا الغضب؟ كاينين بزاف حوايج. برك كيتشوف برا ويشوف لاخر المونطاليتي تاع الناس كيفاش تتحرك برا. تا باغ اكزومبل واحد يفوت عليك ويكلاكسون عليك وانت ديجا مقلق. والله هذا مجرد سبب يخليك ديما مقلق. الاسعار مثلا، الاسعار تشكر فيهم صاحبي. تسمى هذا بزاف حوايج الدخان ثاني. تسمى صديقو كل واحد كيف يشوف لاخر، كل واحد كيف يشوف المونطاليتي تاعو. باغ اكزومبل هذا ماشي من النوع اللي يتقلب في رمضان. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله، وصحة فطوركم.